اول خطوه لازم اسمك، طبعا اسمك لازم يكون حركي. طروب، غروب، مريام. عرفتوا؟ او اول ما يسمعون الزباين، اي والله شكله صوته زين. الخطوه الثانيه كولي بطاطس. اي والله، بطاطس تسمنين من فوق ومن تحت بالطقاقه. لازم، لا جلستي عشان تفرد الدنيا بالجلسه. ونصيحه، نصيحه، لا تجيبين اللي يرددون وراك اللي يغنن اصواتهن زينه، كله لازم ذكر بط عشان صوتك انت هو اللي بان يصير هو الزين الصوت لما تلعلعي. لازم يكون في واحد يحبكم، يحبك انت ويوديكم ببلاش، يعني تستغلين حبه لك انه يوديك ويجيبك ببلاش ويحميكم. هذا المهبول اللي دائما واقع في حب. خلي اهل العرس يحولون لك المبلغ قبل ما تدخلين القاعه. وين القروش؟ هاتوا. بعدين هذه نسوى، هاتوا الحين القروش، العين خذ القروش يا بنت. وبعدين لازم تعرفين كل اهل مدينه وش يحبون. يعني مثلا اهل الحجاز مكه تحديدا يحبون المواويل اول شيء. اهل نجد طبعا على طول ما عندهم وقت، يبون هز. ان جابوا لك ورقه قولي كل الفلان كلهم، اسالي مين اللي قايم بالعرس، مين اللي دافع قيمته، هو اللي يقول اسمه. لا يجون اهل العروس ومو بدافعين ويبون يتفلسفون. يبون اعرف واحد من عيال رهيب اختصاصي ترقيم بزواجات. اول ما يدخل يرقص عند اخته طبعا، يقلص البنت وبعدين يقول له، تقول له ايه، يبدا صفر خمسة خمسة. استغفر الله، استاثمنا بالطقاقات يا جماعه. لا بس بيني وبينكم والله اكسبوا يا لغبي، لا تضيعون الفرصه. اي واحده صوتها زين صيري طقاق، وش فيها؟ اهم شيء فلوس. ونصيحه اخيره، لا عمرك تعترفين انك انت طقاقه. انت دائما الفنانه، حتى لو زهموا قالوا الطقاقه الفنانه لو سمحتم. الفنانه كذا، خليكم زي